اخر التطورات اللي طلعتها وزارة الخارجية الامريكية اللي خاصة بالهجرة العشوائية اللي هي اللوتري. ايه هي اخر التطورات اللي انا جاي اجيبها لكم النهاردة؟ الفيديو ده هجاوب هل شرط الباسبور شرط رئيسي، وايه هي الدول الممنوعة من التقديم على الهجرة. كل ده هنتكلم فيه في الفيديو ده. اخر معلومات طلعتها وزارة الخارجية الامريكية، وزارة الهجرة الخاصة بالهجرة العشوائية. الناس اللي عايزة تقدم على الهجرة العشوائية هتفتح اول حاجة ميعاد البداية هتفتح 2 اكتوبر 2025، هتخلص يعني هتقف يوم 7 نوفمبر 2025. الناس اللي بتسأل، الناس اللي بتيجي دلوقتي على الفيديوهات اللي فاتت تقول لي يا علي ابعت لي اللينك مش هيفتح غير 2 اكتوبر، بدايته من 2 اكتوبر تمام 2025. فلحد ما 2 اكتوبر يجي والهجرة تفتح مش هقدر لا انا ولا غيري نبعت لك اللينك لانه مش هيبقى متاح. تمام، دي اول حاجه حبيت بس ان انا اقولها، لازم انوه عشان الناس تبقى عارفه امتى الهجره بالظبط هتفتح. طيب خلينا نمسك اول حاجه، اول معلومه معانا النهارده، هل شرط الباسبور شرط رئيسي؟ الاجابه اه ولا لا، ده اللي انا هقولها لك دلوقتي. في ناس طبعا كتير ممكن للاسف ان هي تتضايق فعلا وتبقى الاجابه صادمه بالنسبه لهم، وفي ناس كتير هتزقطط وهتقوم ترقص وتهلل وتفرح جدا، وهيبقوا في قمه السعاده لما يسمعوا الخبر ده. الاجابه وهي شوية حماس بس كده بوتركم شوية. الإجابة هي إن شرط الباسبور شرط رئيسي للتقديم على الهجرة. الناس اللي معهاش باسبور مش هتعرف للأسف تقدم على الهجرة. الناس اللي معاها باسبور اطمن انت هتعرف تقدم على الهجرة، لأن قالك شرط الباسبور شرط رئيسي. لازم إن انت ترفع صورة الباسبور. السنين اللي فاتت كلها يعني أنا في 2017 كنت بقدم لناس قرايبي، و2018 وكده كنت بحط لهم، بس كنا بنحط الرقم بتاع الباسبور. دلوقتي قالك لا، انت هتحط لنا صوره للباسبور. الصوره دي هتبقى اسكان، هتبقى 3 دي سكان، تاخدها من على الايفون تعمل اسكان للباسبور وتحط اول صفحه بس اللي هي بيبقى فيها صورتك والبيانات بس كده. بالنسبه للناس اللي هتيجي تسالني يا علي طب انا مش هعرف اقدم باسبور، او انا مثلا في بلد ما لهاش جنسيه مثلا زي فلسطين، الحاجات دي، هقول لك للاسف ان فلسطين من الدول اللي مش هتقدر ان هي تقدم على الهجره للاسف. خلينا بس نمشي مع بعض خطوه بخطوه وهقول لكم على كل حاجه مع بعض. شرط الباسبور شرط رئيسي، لازم ان انت تقدم بالباسبور لكل فرد من العيله. انا مثلا كواحد هتقدم لوحدك مفيش اي مشكله، هتحط شرط الباسبور مع نفسك، هتروح ايه جاي حاطط الصوره، ولازم الصوره. الناس اللي هتقول لي طب ما الباسبور فيه صوره، لا 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 ملهاش علاقه. حتى لو صوره الباسبور فوتوشوب او اي كان، هما مش هيركزوا على صوره الباسبور قوي يعني، مش هيدققوا عليها. ولكن الصوره، صورتك اللي انت هتحطها في الهجره، الصوره لازم تبقى 5 في 5 600 في 600 بيكسل. الصوره لازم تبقى وراك خلفيه بيضاء زي ما اتكلمنا عنها. انا مش همسك الهجره، مش همسك الصوره دلوقتي لان احنا متكلمين عنها بالتفاصيل في فيديوهات فاتت خلاص، وشرحت لكم فيها كل حاجه خاصه عن الصوره. الصوره ما ينفعش يخش فيها فوتوشوب خالص نهائي. صورة 5 في 5 600 في 600 بيكسل بس كده. بالنسبه بقى للباسبور زي ما قلت لكم، كل فرد في العيله حتى لو طفل رضيع لازم ان انت تطلع له باسبور. مفيش حاجه اسمها يا علي انا ابني لسه مولود من شهر ولا من كام اسبوع، لازم طالما هتقدم انت ومراتك والاسره لازم ابنك ده يبقى معاه باسبور، ابنك او بنتك. مفيش اي فرق بين ولد وبنت، الباسبور هيمشي على الكل. مفيش حاجه اسمها اضيفه على الباسبور بتاعي، مفيش الكلام ده. الكلام ده كله كان زمان. دلوقتي كل فرد في الاسره، مش المقدم الرئيسي بس، لا الاسره كلها بالكامل علشان خاطر تقدم لازم باسبور. طبعا انا كنت قلت حاجه زي كده في الفيديوهات اللي فاتت بس ما كنتش عندي تاكيد يعني ان شرط الباسبور هيتفعل. انا كنت زي ما تقول كده يعني بخمن معاكم او بحلل يعني، وفي الاخر طلع كلامي صح وقلت لك زي زمان ترامب ايام 2016 لما جه خلى الباسبور، خلى ان انت تقدم بالباسبور شرط لازم ان انت تستخدمه. معرفش من قبل كده بصراحه كان بيتفعل ولا لا، بس هو الفتره الاولانيه بتاعه ترامب كان برضو فيها نفس الكلام، وقلت لك ترامب مش عايزه تبقى سبهلله، هيضيف لك شرط الباسبور، وفعلا ضاف لك شرط الباسبور. الاخبار برضو اللي ممكن تكون كويسه وممكن تكون قلقه ناس، لا اطمن، الهجره دي مجانيه توتالي يعني، مش هتدفع اي مليم. كل اللي انت عايزه صوره 5 في 5 اللي اتكلمنا عنها، ما تكونش بتضحك فيها. طبعا مش هتكلم، قلت لكم علشان اعمل عليها فيديوهات كتير. كل اللي انت محتاجه الصوره دي والباسبور فقط وتقدم. وطبعا شهاده ثانويه عامه، شهاده ثانويه عامه او ما يعادلها. الناس مش فاهمه يعني ايه ما يعادلها. شهاده صنايع، دبلوم، اي حاجه من الحاجات اللي بتعادل الهاي سكول، شهاده ثانويه عامه او ما يعادلها، ان انت اتخرجت خلاص من المدرسه
تمام، سواء بقى صنايع ايا كان ايه. طيب هل ده بيسري على الاسره كلها؟ لا، ده بيسري على المقدم الرئيسي بس. شرط ان لازم يبقى معاه هاي سكول، اللي هو تبقى ثانويه عامه او ما يعادلها، ده بيمشي على المقدم الرئيسي فقط. الناس اللي هتيجي تقول لي يا علي ابني لسه ما اتخرجش من المدرسه، ولادي لسه في المدرسه معهمش شهاده ثانويه عامه، اديني بقول لك اهو ده على المقدم الرئيسي بس. طب يا علي انا معايا شهاده ثانويه عامه او ما يعادلها، مراتي ما دخلتش مدرسه معهاش شهاده، يبقى انت كده هتقدم مره واحده بس باسمك. طيب لو مراتك كمان معاها شهاده وانت معاك شهاده، هتقدم مره للعيله كلها وانت المقدم الرئيسي، ومره تانية باسم مراتك. عشان كده بنقول المتجوزين ليهم حظين، يا انت اتقبلت كلكم هتروحوا، او لو مراتك اتقبلت كلكم برضه هتروحوا. المهم المقدم الرئيسي لازم يبقى محقق شروط انه يبقى معاه شهاده ثانويه عامه او ما يعادلها. سواء بقى مراتك محققه الشروط وانت لا، يبقى انت كده هتقدم مره واحده بس باسم مراتك، او لو انت اللي محقق الشروط يبقى انت هتقدم مره واحده بس باسمك. لو انتوا الاثنين محققين الشروط هتقدم مره باسمها ومره باسمك، مفيش اي مشكله. بس هتبدا بيها الاول لو هي المقدمه الرئيسيه، والمره اللي انت هتقدم فيها الاول تبقى انت المقدم الرئيسي. لازم دي الحته دي مهمه جدا جدا جدا، اوعى تتلخبط وتقدم المرتين تحط بياناتك انت الاول. لا لا لا، هتتشطب كده كانك انت بتقدم مرتين، هتتشطب. محدش يقدم اكتر من مره، اللي هيقدم اكتر من مره الاستمارات كلها هيلغي بعض. يعني لو قدمت مره تانية، يعني قدمت مره خدت كونفirmation نمبر، قدمت تاني وخدت confirmation نمبر او نفس الconfirmation نمبر، اعرف ان الاثنين لغوا بعض، يبقى انت كده عليك وعلى السنه اللي جايه. قدمت بقى مره 2 3 4 10 100 كلهم بيلغوا بعض. اوعى تقدم اكتر من مره، طلع لك confirmation نمبر تاخدها سكرين شوت وتسجل البيانات دي في حته مهمه جدا جدا جدا. البيانات دي لو ضاعت هتبقى كارثه. انا بقول لك اهو، البيانات بتاعه الكونفirmation نمبر بتاعه استماره التسجيل، البيانات دي هتبقى مهمه جدا جدا جدا، لازم ان انت تحفظها، اوعى تضيعها. يبقى عرفت اهم حاجه، كل الاسره معاها باسبور بس كده. والصوره نفس الكلام، لو طفل رضيع لازم الصوره ال5 في 5 دي لازم. يعني انا عندي طفل صغير ازاي هصوره على خلفيه بيضاء او حاجه زي كده؟ مصوراتي، روح لمصوراتي، انت مش هتعرف تعملها، روح لحد دارس فاهم في المجال، قول له انا عايز الصوره من غير فوتوشوب ارجوك. لو فيها فوتوشوب الصوره هتتلغي زي ما احنا متكلمين عنها. انا بقول لك الفيديو ده مش هدقق قوي على الصوره لان احنا متكلمين عنها، انا جاي بس عشان اقول لك شرط الباسبور وايه هي الدول الممنوعه من التقديم على الهجره. خلينا احنا كده خلاص قلنا شرط الباسبور، مفيش اي اعذار خالص، لازم شرط الباسبور. طيب يا علي الباسبور بتاعي هينتهي، هقدم مثلا هيكون ساري لحد شهر 10، هيخلص مثلا شهر 12، يعني لحد ما النتيجه تطلع الباسبور بتاعي هيكون خلاص اكسبايرد. هتعمل ايه؟ هتروح تطلع باسبور بنفس البيانات، نفس طريقه الاسم، نفس كل حاجه، ولما تجيلك المقابله بتاعه السفاره هتاخد الاثنين اللي انت قدمت بيه والجديد بس كده. ايه تاني كنت عايز اقوله؟ في حاجه مهمه جدا 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 برضو كنت عايز اقولها بالنسبه للموضوع بتاع التقديم. اسمك لازم يتكتب بنفس الطريقه اللي مكتوب بيها في الباسبور. مثلا انا اسمي علي عمرو، علي بتتكتب مثلا ALI، ما تجيش مثلا مكتوبه في الباسبور اي اروح انا جاي في استماره التسجيل كاتبها واي، اتشطبت كده، يبقى انت على طول في حاجه غلط. تكتب اسمك زي ما هو مكتوب في الباسبور بالظبط. وبرده من ضمن الحاجات المهمه اللي عايز اقولها، لو مليت حرف، لو كتبت حرف بالعربي في الاستماره بتاعه التقديم، شكرا، انت كده كانك رميت الاستماره في الزباله. لو حرف عربي دخل في استماره التقديم انت كده رميته في الزباله. انا بقول لك اهو علشان خاطر تبقى عارف. يعني انا بقى لي 10 سنين بقدم ما كسبتش، يبقى انت وش عملت غلطه من الغلطات اللي انا بقول لك عليها دي. ما التزمتش بالصوره، مثلا الصوره مش مطابقه للشروط، كتبت حاجه عربي، مثلا واحد جاي بيقول لي السنه اللي فاتت يا علي انا قدمت ومش عارف ايه بس كتبتها فالمهم يعني وانا بتناقش معاه في التقديم اكتشفت ان هو ملا بياناته بالعربي وحول من السايت فوق للانجليش، فهو اوريدي ترجمها له بالانجليش غلط، لان الاوريجينال معمول بالعربي. هم عندهم هتجيلهم الاستماره مكتوبه بالعربي، الترجمه دي بتبان لك انت بس، ان انت تحوله من العربي للانجليش الترجمه دي بتظهر لك انت بس، لكن الاستماره لما بتتبعت بتروح لهم بالعربي، فبالتالي انت رميت الاستماره في الزباله ومالكش حظ للاسف. يعني الحاجات دي يا جماعه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. هتلاقيني سايب لك يا هنا يا هنا الفيديو ده مهم جدا جدا جدا، لازم تروح تشوفه. الفيديو ده من اهم الفيديوهات لو انت عايز تعرف انت ليه ما بتنجحش السنين اللي فاتت. الفيديو ده متكلمين فيه عن كل الغلطات اللي تتحاشاها،
اللي تاخد بالك منها، عشان الغلطات دي مفيش ناس كتير قوي اتكلمت عليها بالتفاصيل، او ممكن ما يكونوش في حد اتكلم عليها اصلا، والغلطات دي ممكن توديك في 60 داهيه وتخسرك التقديم. فخد بالك ارجوك، هتلاقي الفيديو يا اما هنا يا اما هنا زي ما قلت لك، مش عارف هو هيظهر فين بالظبط، ولكن مهم جدا ان انت تاخد بالك من الحاجات دي. الصوره عامل رئيسي، الصوره بايديها تنجحك او تسقطك. تمام، ركزوا يا جماعه في الحاجات دي، وركز في الفيديو ده مهم جدا جدا جدا، لان الفيديو ده فيه بجد غلطات بقول لك تحت كده ايه يعني بين السطور زي ما بيقولوا كده، مش الناس كلها مش عارفاها، وفي نفس الوقت الغلطات دي ممكن تضيع لك الدنيا. يعني لو عملت غلطه بسيطه قد كده يعني ممكن ما يكونش في حد اصلا متكلم عليها. طيب بالنسبه بقى للبلاد اللي ممنوعه من التقديم على الهجره، طبعا في بلاد ممنوعه من دخول امريكا اللي هو تقدم على تاشيرات وكده، بس دول الحمد لله مش داخلين في ضمن قائمه التقديم على الهجره. يعني مثلا لو انت من اليمن طبعا ممنوعه ان هي تقدم. السودان مثلا، السودان برضو ممنوعه ان هي تقدم على فيزا سياحه، فيزا علاج، في اي فيزا لامريكا. لا، انت تقدر بقى في السودان دلوقتي تقدر ان انت تقدم على الهجره العشوائيه، تقدر تقدم على اللوتري. تمام. البلد الوحيده اللي ممنوعه من التقديم وللاسف هي فلسطين، زي ما قلت لكم في اول الفيديو. فلسطين لا تقدر تقدم على اي فيزا لامريكا، ولا تقدر ان هي تقدم على استمارة اللوتري خالص. فطبعا حاجة صعبة بالنسبة لهم وانا مشفق عليهم، بس ده يعني مش نهاية العالم. تقدر ان انت تروح اوروبا، تقدر تروح في بلاد كتير قوي الحياة فيها كويسة. لما تاخد جنسيات هتقدر بعد كده، لما تاخد الجنسية بتاعت اي بلد تانية تقدر بعد كده تقدم على الهجرة عادي، يعني مفيش اي مشكلة. تقدر تروح روسيا، اوروبا، اي دول الخليج مثلا، بس دول الخليج ما بتديش جنسيات. تقدر تروح اي دول من الدول اللي هي بتدي جنسيات، وبعد كده لما تاخد الجنسية بتاعتها تقدم بقى على الهجرة بتاعت امريكا. بس يعني الموضوع برضو ليه حل، ما تقلقوش، كل حاجة ليها حل. وكل متابعين القناة عارفين ان انا بفضل قاعد لحد ما اطلع لكم حلول لكل حاجة، وبرضو بجيب لكم معلومات مش كل الناس بتقولها، معلومات في برضو معلومات ناس كتير قوي ما بتقولهاش، زي معلومة الغلطات اللي انا عاملها في الفيديو اللي انا قلت لكم عليه برضو هنا دلوقتي. الفيديو ده فيه غلطات مش كل الناس بتقولها، يعني انا بصيت على يوتيوبرز كتير بيتكلموا في الموضوع ده وتقال جدا جدا جدا، في حاجات ما اتكلموش فيها بالتفاصيل زي ما انا شرحتها لكم. انا في ناس كتير قدمت معايا، وفي ناس كتير الحمد لله من اللي مقدمين معايا كسبوا في الهجره، فانا عارف انا بعمل ايه برضو كويس جدا. يعني اطمن، اللي انا بقوله لك هو صح برضو. بس كده. فالحاجات اللي انا بقولها لك لازم تاخد بالك منها، علشان دي ممكن فعلا ان هي ترمي لك الاستماره بتاعتك في الزباله، فلازم تاخد بالك منها. فبس كده، زي ما قلت لكم، اي مشكله هتقابلك اكتبها لي تحت في الكومنتات وانا هقول لك حلها على طول. لو حلها طويل ممكن ابقى اعمل لك بيه فيديو، بس كل مشكله ان شاء الله وليها حل. طالما انت متابع القناه، وما تنسوش ان انت تعمل اشتراك في القناه علشان عايزين نكبر القناه على قد ما نقدر، وما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيفيد الفيديو، وتشير الفيديو طبعا للناس اللي محتاجه تعرف المعلومات دي. بس شكرا، واشوفكم الفيديو اللي جاي. علي عمرو، سلام عليكم. ما تنساش ان انت تكتب لي رايك في التعليقات لان رايك مهم بالنسبه لي.